in Morocco. Morocco. Pero Marruecos. Morocco. Morocco. And I've been to Morocco. You know, Morocco. Morocco. Go down and move to Morocco. In Morocco. Morocco. قلت بأنه الاتحاد الإفريقي أو الأعضاء 23 الذين سيصوتون أعطيت لهم التوجيهات بأن يصوتوا على المغرب في بطولة 25. صحيح أن المغرب يستحق ليقرروا 2025 في المغرب، 2027 في الجزائر، و2029 في نيجيريا وكذلك في بنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأوفياء، متابعي قناة موروكان إمباير أينما كنتم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا في أحسن الأحوال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم أخواني جبنا لكم حفيظ الدراجي، وهو يعترف بأن تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025 سيكون من نصيب المملكة المغربية، وتكلم كذلك وقال بأن أجهزة الكاف كلها ستعطي صوتها للمملكة المغربية، كما قال بأن تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2027 سيكون من نصيب الجزائر. إخواني بلا ما نطول عليكم، فيديو يستحق المشاهدة، خليكم مع الفيديو ونتلقوا بعد نهايته. شهدت وعاينت أحداث رياضية كروية بالدرجة الأولى عديدة خلال هذا الأسبوع. سنحاول أن نبدأها طبعا كرونولوجيا حسب مواعيدها، وعندما نبدأ كرونولوجيا من بداية هذا الأسبوع يجب أن نتوقف عند نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي احتضنتها الجزائر بامتياز على مدى 3 أسابيع، وكان الموعد مع المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال. نبدأ طبعا من البطل، من المتوج السنغال الذي نال اللقب بجدارة واستحقاق، هو الأول من نوعه بالنسبة للكرة السنغالية التي تشهد تطور طبيعي كبير جدا بعد فوز السنغال الفريق الأول بلقب كأس إفريقيا 2022 في الكاميرون، ثم تأهلوا إلى نهائيات كأس العالم على حساب مصر بركلات الترجيح. ثم هو منتخب المحليين الذي يجمع الكثير من الشبان المتميزين يفوز بجدارة واستحقاق على المنتخب الجزائري في نهائي كان مثير دام 120 دقيقة، انتهى إلى ركلات الترجيح. خرج السنغاليون متوجين باللقب وخرجوا تحت تصفيقات جمهور جزائري رائع مبهر جدا طيلة أيام البطولة، وكان مبهرا أيضا في المباراة النهائية رغم أنه كان يأمل في تتويج منتخب بلاده أيضا للمرة الأولى في التاريخ بلقب بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين. يجب أن نتوقف عند السنغال لنحييه ونصفق له ونهنئه على التتويج، ونتوقف أيضا عند المنتخب الجزائري الذي كان قريبا من الفوز باللقب لو لم يضيع أيمن محيوس تلك الركلة الأخيرة من ركلات الترجيح، والتي أثارت في وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الردود من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على تلك الركلة التي ضاعت. طبعا المنتخب الجزائري أدى بطولة رائعة جدا، أعتقد بأنه واحد من المنتخبات القليلة في العالم التي لعبت دورة مجمعة لم تتلقى أي هدف، فازت بكل مبارياتها، لم تخسر ولا مباراة، ومع ذلك خسرت اللقب بركلات الترجيح. أعتقد بأنها المرات القليلة. حدث ذلك مرة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2006 أتصور، ولكن لم يحدث كثيرا مثل هكذا أمر. طبعا الحديث عن التنظيم الجيد لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين يقودنا للحديث عن ما هو قادم على الصعيد القاري بالنسبة للجزائر. تحدي الصراع من أجل تنظيم كأس إفريقيا 2025 وخلافة غينيا التي سحب منها التنظيم. تعلمون بأن الاتحاد الإفريقي سيقرر في الأيام القليلة المقبلة، الأسابيع الأشهر، لم يتحدد بعد الموعد لحد الآن، سيتم تعيين من يخلف غينيا لتنظيم كأس إفريقيا 2025 ومن سينظمها 27 ومن ينظم كذلك دورة 29. تتذكرون بأنني كنت أعلنت من قبل بأن أمور حسمت قبل تقديم الملفات وقبل الزيارات التفقدية وقبل التصويت، وبأن المغرب سينظم البطولة 2025. لا زلت أعتقد ذلك، ولكن التغيير المرتقب، أنا دائما أتحدث عن توقعات مبنية على معطيات ومبنية على معلومات من داخل البيت الإفريقي. قلت بأنه الاتحاد الإفريقي أو الأعضاء 23
الذين سيصوتون أعطيت لهم التوجيهات بأن يصوتوا على المغرب في بطولة 25، وأعطيت لهم التوجيهات أيضا الآن لكي يصوتوا على الجزائر في بطولة 27 وليس 29. الأمر هذا قد يغضب نيجيريا وبنين، لأنه تعلمون بأنه منذ أكثر من 3 عقود الاتحاد الإفريقي لا ينظم بطولتين متتاليتين في منطقة على حساب منطقة أخرى بين الشمال وبين الجنوب. فكان من الصعب تصور تنظيم البطولة في المغرب ثم في الجزائر، أو في المغرب ثم في مصر أو تونس أو ليبيا أو موريتانيا. فهل تقبل نيجيريا الآن بأن تنتظر إلى غاية 29؟ لماذا هذا الجديد؟ لأنه الاتحاد الإفريقي وقع في إحراج كبير جدا بعد أن شاهد ذلك التنظيم الرائع جدا للجزائريين في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وتلك المرافق الرائعة وتلك الأصداء الكبيرة جدا للمسؤولين الكبار على مستوى الهيئة الدولية والهيئة القارية. وقع في إحراج الآن، يقول لك نعطي المغرب 25 ونيجيريا وبنين 27 والجزائر 29، معناها أنه لم نأخذ بعين الاعتبار هذا التحول الذي تشهده الجزائر. يلا سنعطي التوصيات بتنظيم بطولة كأس إفريقيا 25 في المغرب كما وعدنا وكما اتفقنا، ونعطي الجزائر حق تنظيم بطولة 27، وبعدين نترك نيجيريا وبنين لتنظم بطولة إفريقيا 29. صحيح أن المغرب يستحق، ولكن صحيح أيضا أن الجزائر تستحق أن تنظم 25. مهم نظمنا 25 أو 27، أعتقد بأنه الجزائر ستكون في الموعد، واعتقد باننا لا يجب ان نتوقف عند هذا التفصيل وهذه الجزئيه، يجب ان نتعلم دروس اخرى. سنتفرغ لامور اهم بكثير من تنظيم بطوله كاس افريقيا للامم التي سننظمها بامتياز في سنه 27، وسننظم احداث رياضيه اخرى كرويه وغيرها بامتياز كذلك بعد كل هذه الانجازات التي حققناها على مستوى المرافق وعلى مستوى التجاوب الجماهيري الذي يبقى مكسب كبير وكبير جدا، لأنه هذا التجاوب الجماهيري ينم عن وعي كبير جدا وعن انخراط الجماهير الجزائرية في المنظومة الجديدة التي تريد أن تتميز وتبدع وتتألق في المنافسات الرياضية وفي تنظيم أيضا المنافسات الرياضية. إذن باختصار أتوقع بأنه الكاف ستقرر، لكن ليس قبل كأس إفريقيا الناشئين المقررة في الجزائر نهاية أفريل المقبل، حتى لا تحرج الجزائر. أتصور بأنهم سينتظرون إلى غاية ما بعد كأس إفريقيا للناشئين، وربما إلى غاية الصيف ليقرروا 2025 في المغرب، 2027 في الجزائر، و2029 في نيجيريا وكذلك في بنين. ونحن أيضا سنتفرغ أيضا لأمور أهم جدا من الكرة ومن تنظيم كأس أفريقيا في منحنى تصاعدي تشهده الجزائر على مستويات كبيرة وكبيرة جدا. طبعا لن نمر مرور الكرام على نتيجة رائعة جدا للهلال السعودي الذي تأهل إلى الدور النهائي لكأس العالم للأندية بامتياز بعد فوزه في مباراته النصف نهائية على فلامينغو بروعة، رغم أن هذا النادي ممنوع من تسجيل اللاعبين الجدد لفترتين انتقاليتين. فريق كان مثقل بالإصابات، تقريبا 5 لاعبين دوليين شاركوا في نهائيات كأس العالم الأخيرة ولكنهم غابوا. غدا سيشهدون مباراة للتاريخ أمام ريال مدريد. المركز الثاني سيكون نتيجة كبيرة جدا، أما المركز الأول فسيكون من دون شك إنجاز أكبر من المتوقع، إنجاز لكرة سعودية تستحق، إنجاز لهلال العالمي أيضا يستحق. يترجم هذا التحول وهذا التطور، ويترجم أيضا هذه التطلعات للكرة السعودية التي استخدمت رونالدو لنادي النصر وتتوجه نحو استخدام بوسكيتس، استخدام راموس، استخدام لوكا مودريتش، استخدام حتى لاعبين آخرين كبار. غايتهم هي إعطاء نفس جديد للكرة السعودية، غايتهم هي تنظيم كأس العالم 2030 بعد أن أدركوا ما لتنظيم منافسة من حجم كأس العالم من تداعيات كتلك التي حدثت على مستوى قطر. إذا هنيئا للهلال، هارد لك أيضا للأهلي المصري الذي لم يخيب، الذي يبقى أيضا عالمي رغم خسارته أمام الريال ب4. الريال كان أقوى شيء طبيعي وكان أفضل وتأهل إلى المباراة النهائية. الحديث عن الريال وعن الهلال وعن الأهلي وعن كأس العالم للأندية والكرة العالمية يقودني للتوقف ولو في عجالة عن ميركاتو الشتوي. كان
لم يكن ساخنا بسبب الأمطار والثلوج والبرد الشديد. كان بارد طبعا، ولكن الميركاتو الصيفي ينتظر بأن يكون واعدا. الميركاتو الشتوي كان بارد ربما بسبب المونديال وتداعياته، رغم أن الريال كان بحاجة إلى مهاجمين، ليفربول أيضا بحاجة إلى نفس، المان يونايتد كذلك مدربه إريك تان هاغ بحاجة إلى نفس جديد ولاعبين جدد، ما عدا انتقال رونالدو إلى النصر وجورجينيو إلى أرسنال وإنزو فرنانديز الأرجنتيني وسط ميدان منتخب الأرجنتين انتقاله إلى تشيلسي. طبعا لم تكن التحولات كبيرة جدا. ينتظر أن ينتقل أوسيمان المهاجم النيجيري لنادي نابولي إلى المان يونايتد خلال الصيف المقبل، كما ينتظر كذلك تحولات وانتقالات كبيرة على مستوى المدربين خلال الفترة القادمة من فترات كرة القدم. الى هنا يا اخواني نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قد نال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش دعمونا بزر الاعجاب، هذا كيخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه حول العالم. كذلك ما تنسوش تخلونا الاراء ديالكم في التعليقات حول ما قاله حفيظ الدراجي واعترافه بان كأس افريقيا لسنة 2025 سيكون من نصيب المغرب وليس الجزائر. كذلك ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد القناة أول بأول، وما تنسوش مشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة. ونتلاقوا إن شاء الله في فيديو قادم. إلى اللقاء.